عجين مورق بزبدة حيوانية على شكل وريضات. ما تمشي فين، كملي الفيديو حتى الاخر، ينفعك في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم، وينفعك البلاطو ديال المملحات. السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غادي نشارك معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لاباط فيتي بالزبده الحيوانيه اللي تنفعكم في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم وما تضركمش. غادي نعطيكم المقادير ديال هاد لاباط فيتي هذه بالزبده الحيوانيه اللي كتجي يعني دابا بارد الحال، كتجي ساهله، ما تحتاجيش يعني الرخامه البارده والمسائل اللي كيحتاجوا لها صحاب المخابز الكبرى. غادي غير فوق سطح العمل تكون الكوزينه بارده، غادي تخدمي لاباط فيتي ديالك بالزبده الحيوانيه، كتجي لذيذه وبنينه وكتطلع. هانتوما غادي تشوفوها كي جات وكي طلعت. الحمد لله. غادي نعطيكم المقادير. عندي 400 غرام ديال الدقيق، وعندي 170 غرام ديال هذا الزبده ديال التوريق. هذيك الزبده ماشي ديال التوريق، الزبده الحيوانيه اللي غادي نورق بها ان شاء الله الرحمن الرحيم العجين ديالي. عندي معلقه ديال السكر حبيبات، معلقه صغيره ديال الملحه والماء. عندي كاس ونص ديال العنبه، هذاك الكاس اللي خدمت به كيهز كاس ونص ديال العنبه. ودرت واحد المعلقه ديال الخل، هذاك الخل باش كيحافظ لينا على ديك العجين المورق. الا بقى لينا في الثلاجه واحد يومين ولا 3 ايام كيحافظ لينا عليه. صافي ما كندلكوش هذا العجين المورق وما كنعجنوش، غير كنجمعوه، كيتخلط لينا وكنجمعوه صافي، وكنبداو في التوراق ديالو. هانتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله بحول الله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه اللي كندير العجين المورق، وهذه هي الطريقه الصحيحه. يعني رانا مشاركه معكم بزاف ديال المرات العجين المورق، غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله بحول الله. هانتوما شوفوا كنرش وكنجمع باش ما تجينيش العجينه يعني فيها خلطناها بالماء بزاف ولا. يعني هاد العبار هذا كاس ونص ديال العنبه في 400 غرام ديال الدقيق، ولكن على حسب الدقيق نتوما كديروا، نتوما كتقيسوا، حيت كل واحد والدقيق اللي عنده، كل واحد والكيسان ديال العنبه راه ماشي بحال. كان عليا نعبر لكم بالمليلتر، ولكن هذا مع الله. المهم كاس، ديروا كاس الاول ديال العنبه، ومن بعد شوفوا الا بقات لكم شي حاجه ديال الطحين ديروا رشيشه، وانتم كترشوا غير رشيشات. ما خصهاش تجينا هاد العجينه قاصحه بزاف، وما خصهاش تجينا مرخوفه بزاف. يعني باش كتجينا سهله في الخدمه وما كتجيناش صعيبه في الخدمه. الا كانت خفيفه والعجينه جاريه راه كتجي صعيبه في الخدمه، كتجي مطلوقه بزاف. والا كانت قاصحه عاوتاني كتعذب وكطيح الكتاف. صافي راه عجنتها وغطيتها وخليتها ترخف واحد شويه. وغادي نشارك معكم الحشوه. عندي تما الصدر ديال الدجاج، درت الملحه والخرقوم والبزار والثومه وسكينجبير طري والثومه بودره، والمنسمات اللي نسمت بهم هاد الدجاج هذا اللي هما لاصوج، السلميه، الميراميه، والروزماري اللي هو اليازير، الغوماران. هادو هما المنسمات طريين، يعني انا دايرهم في المحابق. ملي كنبغيهم كنحيدهم وكنسم بهم. منسمات كيجيبوا الدجاج لذيذ بزاف بزاف بزاف. باي طريقه ممكن تدخلوا الدجاج هاد جوج ديال المنسمات راه كيجي الدجاج رائع وكيجي منسم، كيجي زوين. صافي غادي نقطع هادوك الاعشاب، غادي نقطعهم يوليو رقاق باش غادي نحطهم على ديك العطريه. هذا هو الماريناد اللي غنديروا لهذا الدجاج هذا. سكينجبير طري، الملحه، البزار، الخرقوم، شويه ديال الثومه بودره، وشويه ديال الحار اختياري. اللي بغا يديروا اللي ما بغاش يديروا ما يديروش. صافي. وداك السلميه مع اليازير اللي هما الميراميه واكليل الجبل. صافي انا غادي نقطعهم رقاق وغادي نحطهم على داك الدجاج باش غادي نخلي داك الدجاج ديالي يعني يشرب لي ديك العطريه وداك الماريناد، يشربهم مزيان. وغادي نمشي نبدا نورق العجين ديالي. ملي درت شويه ديال الحامض، واحد العصره ديال الحامض، ملي نشحر هذا الدجاج هذا باش تبرد ليا الحشوه اللي غادي ندير في هذا العجين المورق هذا. غادي ينفعكم في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني تصوبوه وتحطوه في الثلاجه ولا في المجمد، ومنين تبغيوه غتجبدوه وغادي تصوبوه.
بالزبده الحيوانيه. اللي ما تيبغيش الزبده ديال التوريق، صراحه الزبده ديال التوريق ما كتجيب لناش العجين المورق لذيذ. العجينه ديالي يعني طلقات راسها واحد شويه وارتاحت، غادي نطلقها معكم. والزبده انا وريتها لكم، ورقتها ما بين جوج ديال الوريقات ديال بابي كويسون، صوبت منها واحد المستطيل اللي غادي نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم في وسط هذا العجين هذا. هانتوما خاص تكون بحال لا تكستور ديال العجينه بحال ديال الزبده، هانتوما يعني تكون عندهم نفس الرطوبه، ما يكونوش قاصحين بجوج وما يكونوش رطبين بجوج، يعني يكونوا نفس القوام عندهم. غادي نحط هذيك الزبده وغادي نتني عليها العجين المورق. العجينه ديالي ان شاء الله بحول الله هانتوما كنجبد باش كنغطي هذيك الزبده كامله، خاصني نغطيها باش يعني ما غاديش، حيت الزبده الحيوانيه الا خرجات راها تتلصق في المدلك وتضيع لك التوراق. هي شويه كتكون صعيبه ولكن كتكون لذيذه وبنينه وصحيه في نفس الوقت. نتوما سديت هذيك الجهه اللي محلوله بالمدلك، ضغطت عليها مزيان صافي، وغادي نبدا نورق. غادي نبدا نطلق دابا العجين ديالي. هانتوما كيتطلق بسهوله، كتمشي الزبده ماشيه الزبده مع العجينه بحال ورقه ديال الزبده وورقه ديال العجينه. هانتوما يعني ما تفلتوش حتى شي لقطه بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يخدموا بالزبده الحيوانيه، ما تفلتوا حتى شي لقطه من الفيديو باش تستافدوا. هانتوما صافي طلقتها حتى ولات رقيقه شويه، كنعطيها واحد شويه ديال العرض وغادي ندير لها دوبل تور. هانتوما يعني راه هذا المره الاولى، غادي ندير لها دابا دوبل تور وغادي نحيد داك الفائض ديال الدقيق، حيت الا بقى داك الدقيق تيخسر لنا الفيوطاج ديال العجين المورق، تيخسر لنا داك التوراق ديالها. خاصنا ضروري نمسحوه نحيدوه بشي بانسو هكايا. هانتوما صافي وكنجمع كنقاد العجين ديالي وكندوز واحد شويه المدلك باش بحال كنسودي هذيك الملاقيه صافي. وغادي ديك الساعات طلقتها، ما درتها لا في الثلاجه لا فوالو، دغيا طلقتها. غنعطيها واحد شويه ديال العرض. هانتوما وهذيك الجهه ديما اللي متنيه كتجينا على الجهه اليمنى اللي فيها التنيه، دائما خاصها تجينا على اليمين ديالنا. صافي هانتوما غادي نبدا نطلق عاوتاني العجين المورق ديالي اللي بالزبده الحيوانيه. في حقيقه الصراحه راه الزبده الحيوانيه كتعطينا واحد المذاق، العجين المورق ديالنا كيكون زوين. حتى بالنسبه للفينوازغي، بالنسبه لاباتيتي، بالنسبه للميلفوي كتجي لذيذه، كتكون يعني واحد اللذه فيها خاصه. هانتوما صافي غادي نطلق هاد العجين المورق، غادي ينفعكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ورزقنا التقوى والايمان والطاقه ان شاء الله يا رب العالمين. هانتوما كنحيد داك الفائض ديال الدقيق، اصلا انا ما كنكثرش الدقيق، غير يعني خاصني نحيدو باش ما يضيع ليش التوريق ديالي. هانتوما غادي نقلب، غادي نحيد الفائض وغادي نقلب الجهه المتنيه على الجهه اليمنى. دابا هنا في هذه اللحظه هذه غادي نديرها في الثلاجه واحد ربع ساعه صافي. هذه هي الوقيته اللي غادي ندخلها للثلاجه، ربع ساعه، وغادي نجبدها نكمل لها التوراق مره واحده. ما كندخلش ونخرج ونخرج للثلاجه مره واحده. دخلتها وخليتها واحد ربع ساعه وجبدتها وبقيت كنخدم بها، وبقيت كنطلقها عاوتاني وكنصاوب لها الفيوطاج ديالها. درت لها 3 المرات اللي درت لها ديال دوبل تور صافي، وكملت لها 6 في 3 ديال ليتر. هنا درت زويته بلديه ودرت شويه ديال الصبانيخ، الثومه، الملحه. ما نكثروش الملحه لان الصبانيخ تيكون مالح، كنديروا غير شويه ديال الملحه. غادي نشحر هذاك الصبانيخ مزيان، تيتشحر ليا في ديك الثومه، ودرت له شويه ديال العطريه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الحار ديال لاصوص حاره صافي. والثومه هي اللي شحرتها في الزيت، هي الاولى. عاد لحت الصبانيخ غادي نديهم نجيبو في داك الزويته
وغادي نحيدو باش غادي نشحر الباقي ان شاء الله. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، ويعني وهذا الشكل اللي غادي ندير معكم ما تيطلبش بزاف ديال الدجاج مثلا، باش غادي ما كاملاش ميم با ما كاملاش يعني نص ديال الصدر ديال الدجاج، هو نص ديال الصدر ديال الدجاجه هو اللي درت في هذه الحشوه هذه. ويعني وعمرت مزيان هادو اللعيبات اللي صاوبت هنا. حكيت البصله خويتها في الزيت اللي شحرت فيها الصبانيخ، وزدتها شويه ديال الزيت لان البصله حكيتها باش ما تبقى لياش باينه طراف كبار. درت شويه ديال الزيت وغادي نزيد شويه ديال العطريه باش غادي نضيف الدجاج فوق هاد البصله هادي ملي تشحر ان شاء الله بحول الله. هنا ضفت الدجاج وزدت واحد شويه ديال الزيت في ديك المقله، زدت واحد شويه ديال الزيت مع الدجاج وغادي نشحر داك الدجاج مزيان مع ديك البصله حتى يطيب ليا داك الدجاج. ما نقول لكمش الدجاج بهذه الطريقه هذه وبهذه الاعشاب هذه تيجي لذيذ بزاف. حكيت واحد الجزره بشكل طولي هكايا شرائط. هنايا ضفت واحد شويه ديال الحار، شويه ديال لاصوص اختياريه، غير شويه ماشي بزاف. صافي غادي نشحر مزيان الحشوه ديالي، وهانتوما غادي تشوفوا في الاخر راه كتجي رائعه. رانا ضفت لها واحد شويه ديال الفرماج وشويه ديال الكريمه ديك لاصوص حتى عقدات وتعلكت مزيان. دابا هنا غادي نطلق العجينه ديالي، داك المقطع ما بقاليش، انا خليت الحشوه ديالي كتبرد وجبت العجين ديالي من الثلاجه. غادي نعاود ندير له دوبل تور وحده اخرى اللي هي الثانيه هانتوما، وكنحاول نديرو شويه ديال الدقيق، ما نكثروش الدقيق باش داك التوراق ما تيتفرق ليناش ملي كندخلوا لاباط فيتي ديالنا الفران. هذاك التوراق هذاك الدقيق ملي كنكثروه مثلا درنا لي فولوفون كيجيو ناعسين من واحد الجهه وطالعين من واحد الجهه. هذا هو الديفو ديال الدقيق، ما خصوش يبقى لينا في العجين ديالنا منين نكونوا كنطويوه. هذاك الشيء علاش خصنا ضروري نحيدوا داك الفائض ديال الدقيق من لاباط فيتي. مشاهدي الكرام، احبكم في الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك في القناه وبارطاج مع الاهل والاحباب ليصلكم الجديد، وشي كومونتيرات زوينين. شفت المشاهدين ديالي ما بقاوش كيكتبوا لي كومونتير، ما بقاوش كيطلعوا على القناه كاع، واقيلا شي وحدين ما بقايش كيطلعوا، ولكن ماشي مشكل. اللي بغى يتفرج مرحبا، اللي ما بغاش مرحبا ماشي مشكل، هانيه. المهم غادي نكمل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ندير التور الثاني لهاد العجينه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نعاود هذيك الساعات ما غندخلهاش هاد المره للثلاجه. كنحيد الفائض بالشتاء ديال الدقيق هانتوما، وغادي بحال اللي كنسوديها واحد شويه من ديك الملاقيه بالمدلك صافي، وغادي نطويها عاوتاني ندير لها دوبل تور. هانتوما شفتوا الدوبل تور كي داير، كطوي من هنا ومن جهه كبيره واحد الطويه كبيره، والجهه الاخرى كطوي طويه صغيره، وكتعاود طوي باش كتجي هكا كتعطيك دوبل تور. صافي هنا غادي نعاود نعطيها شويه ديال العرض، وغادي نعاود نطلقها وندير لها تور الاخر اللي هو 6 ديال لي تور، دوبل تور في دوبل تور في دوبل تور. هانتوما المقله ديالي تشحرت، العجين ديالنا ها هو. هانتوما شوفوا كي كيجي التوراق تيجي مورق. غادي نديرهم في الثلاجه حتى نجبدهم باش غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نطلقهم ونعمرهم. انا هادو هما المولات اللي خدمت فيهم، درت فيهم شويه الزيت ودرت لهم شويه ديال الدقيق، حيت فيهم داك المدرجين، فيهم دوك المدرجات تيشدوا شويه العجينه. داكشي علاش خصني ضروري ندهنهم وندير لهم الدقيق. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نطلق العجينه ديالي توصل لواحد السمك ما رقيقه ما غليظه، هانتوما غادي تشوفوه. وغادي نقطع بواحد الطابع ديال الورده، وغادي نديرهم في دوك المولات. راه كيجي واحد الشكل زوين، تيجي بريستيج بالنسبه للبنات اللي كيخدموا على راسهم، كيخدموا المملحات، بلاطوات ديال المملحات. راه هذا الشكل هذا تيجي زوين بزاف. تنوعوا به يعني لي بلاطو ديالكم.
اللي بغات دير بلاطو خاص غير بلا بات فيتي راه تخرج منها العجب المتعجب. رانا درت معكم هاد الشكل ولي شوسون لي فولوفون، واحد الشكل اخر درتو في المول ديال كاب كيك، راه تخرجوا من العجين المورق بلاطو مشكل فيه 7 اشكال ولا اكثر ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا كل واحد الله يعاونو، الله يسهل عليهم والله يسر امر كل مسلم يا ربي يا مولانا يا كريم. هانتوما غادي ندير معكم هانتوما شفتوا انا طلقت العجينه في هذا السمك هذا وكنقطع بالطابع، وغادي ندير في داك المول ديال اينوكس مدرجين هكاك، راه دوك دهنتهم باش ما يلصقوا لياش. والعجينه اللي كتبقى لنا كنحيدوا لها داك الفائض ديال الدقيق وكنعاودوا نجمعوها. هاد العجينه هذه غادي ندير بها لي شوسون، هذه اللي بقات ليا المعاوده غادي ندير بها لي شوسون، غادي تشوفوهم المعاوده وكتجي طالعه. يعني هانتوما غادي تشوفوا التوراق كي جاو كي تيجي. صافي كندير في داك المولات اللي دهنت بالزيت ودرت لهم شويه ديال الدقيق، حيت فيهم دوك التدرجات تيشدوا واحد شويه تيشدوا واحد شويه داكشي اللي كنطيب فيهم ضروري خصهم يدهنوا. صافي كنوحلهم في داك المول يعني كنفيكسيهم مزيان وكنتقبهم كنبيكيهم بالفرشيط، وغادي ندير فيهم الحشوه اللي صاوبنا ان شاء الله بحول الله. هانتوما كنبيكيهم بالفرشيط ضروري لان لاباط فيتي كتنفخ ملي كتدخل الفران، باش ما تطلع ليناش ديك الحشوه وتنفخ ضروري خصنا نتقبوهم من التحت. صافي انا درت معكم هاد الثلاثه هادو، غادي نمشي بحال هكا تنكمل وغادي نتلاقاو في الحشوه ملي نبغيو نعمروهم ان شاء الله بحول الله في الفران. صافي انا كملت العجينه في المولات ديالي وغادي نعمرهم هانتوما، ونكونوا شويه سخيين في العماره كنعمرهم مزيان مزيان. وحدو فرانو ما نقدرش نحكم على الفران. هانتوما شوفوا اللي شاطوا ليا دوك لي شوسون اللي شاطوا ليا العجينه اللي شاطت ليا المعاوده درت بها دوك لي شوسون كيطلعوا كيجيو منفوخين، وشوفوا كي تيجيو الشكل ديالهم تيجيو رائعين تيجيو بحال شي ورده. كنتمنى تجربوا هاد لاباط فيتي هادي يعني بالزبده سبيسيال. شوفوا دوك لي شوسون كي جاو طالعين دابا تشوفوهم في هذا يعني في الصوره المصغره كي هنا ما باينينش. هانتوما شوفوا كي تجي الحشوه وتجي العجين مورق مورقه وكتجي يعني غير العافيه. غندخلوا على الفران اللي عنده الفران يعني بحال ديالي يقدر يدير 200 درجه، غير يطلع واحد شويه وينقص يدير 160 درجه ويخلي العجين مورق باش طيب وتدخل لها العافيه لداخل. وكنتمنى يرقكم ان شاء الله والسلام عليكم.